السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا حبايبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام بإن يتفك كربي وكرب عيالي. ربنا يصلح حالي وحال عيالي يا رب، آمين يا رب. أنا الفيديو ده كنت مصوراه يعني قديم من لي ولا 4 5 أيام قبل ما العيال يقوم يشد عليهم التعب. كانت جارتي الله يكرمها جابت لي كيس الشرابات ده بتاع عيالها يعني. يعني هي هتجدد عشان المدارس واللي انتوا عارفين. فقالت لي جمعت لك كل الشرابات بتاعت عيالي، افرزيهم وشوفي اللي يناسبك فيهم واغسليه وخديه. انا عارفة اني داخلة على مدارس، ودلوقتي معايا ما شاء الله يعني 4 هيبقوا في مراحل تعليم مختلفة، 4 في مدارس، فهتبقى يعني شيلة تقيلة. فهي يعني الله يكرمها يعني جمعت لي شرابات ولادها كلهم وقالت لي نقي منه اللي يصلح واللي كويس واغسليهم غسلة كويسة وشيلهم لهم للمدارس يعني. فأنا كان موضوع عيالي ده يعني لما جد عليا فما كنتش فايقة خالص خالص. أنا كنت مصورة لكم الفيديو، يعني كانوا هما يعني لسه برضو ما كانش التعب شد عليهم، بس لما تعبوا خالص والسخونة واللي هما كانوا فيه فما قدرتش ان انا ما فضيتش ولا بقيت فاضية ولا دماغي فايقة ان انا انزل فيديوهات ولا حاجة. بس فقعدت كده هو فرستهم، يعني طلع منهم شوية كويسين يعني كويسين. ركنتهم على جنب كده زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو. الكويس يعني اللي يصلح طلع وديته على جنب، حطيته مع فردته اللي شبهه وحطيتهم على جنب. وفي برضو جواز شرابات كانوا مقطوعين خالص يعني بايظين خالص، حتى القطع اللي فيهم ما ينفعش ان هو يتخيط لان القطع كبير وكان ظاهر يعني. فصراحة انا ما قبلتش على عيالي ان هم يعني يلبسوا حاجة زي دي وخيطها لهم، وخصوصا ان هم داخلين سنة دراسية جديدة، مش اللي هو مثلا في نص السنة وهنكملوا الدراسة، لا يعني. فما حبيتش ان انا احرجهم ولا حد يلاحظ حاجة ولا من زمايلهم ولا حد يعيب عليهم من صحابهم. فانا قلت ربنا ان شاء الله يفرجها، لاني برضو اللي انا طلعتهم اغلبهم للكبار يعني الولدين الكبار بس، وجوز واحد للبيت، فالاتنين الصغيرين ملهمش خالص يعني. يعني برضو لما يكون عدد قليل غير اما يكونوا هم كلهم يعني. فلقيت اللي هم مقطعين او مخرومين، ركنتهم برضو على جنب زي ما انتوا هتشوفوا كده. والله المستعان ان شاء الله تفرج بإذن الله. انا متشكرة لكم على دعواتكم لعيالي، والله العظيم يا جماعة، واقسم لكم بالله العظيم، اقسم لكم بالله العظيم اني انا من ساعة ما نزلت الفيديو الاخير وقلت ان عيالي تعبانين ومحتاجين عملية، وانا ما قعدتش على حيلي، دايخة من العيل ده للعيل ده، لدرجة اني يعني عمالة امرض بين ده وبين ده. والله اسكت ده شوية من البكا والنحر، بينحروا من قلبهم من كتر الألم. اسكت ده شوية ويدوب اهديه بس وقاعد معاه اخوه، اروح للتاني يكون عمال يبكي زيه عشان اسكته، واخده وعمالة رايحة لده ورايحة لده، اروح لده واروح لده عشان اسكتهم، حطاهم على رجليا هما الاتنين، لدرجة ان هما لو حبوا يروحوا الحمام بيجيوا ما بيقدروش يمشوا لوحدهم، بشيلهم اوديهم لحد انا اسفة الحمام واستناهم، وبعد ما اخلص واشطفهم يروحوا مطلعهم اشيلهم تاني اوديهم مكانهم. والله العظيم حاسة ان انا خلاص بنهار، حاسة ان مفيش صحة، ما بقيش فيها صحة اقاوم، ما بقيش فيها حيل اقاوم. تعبت واخواتهم برضو مهما كان هم بيحاولوا يساعدوا معايا، بس برضو عيال صغيرة برضو ما بتعرفش تتصرف،
يعني على قد ما بيقدروا، بس برضه بتبقى حاجات بسيطة. الحمل الأكبر عليا أنا، وربنا هو الشافي يا رب. ربنا هو الشافي يا رب. والله العظيم يا جماعة أنا بكلمكم والصداع في راسي، ورجليا الشمال ده هي من أول فوق لحد آخر رجليا واقفة عليا بطريقة مش قادرة أدوس عليها. مش عارفة ده من إيه، حاسة بآلام عمالة تطرق عليا وعلى جسمي. مش عارفة، مش فاهمالها دي من إيه. وقصاد ده كله يعني لا أكل ولا شرب، ولا فايقة الأكل ولا شرب، ولا عايزة أكل ولا أشرب. حتى النومة يعني واحدة بالهدة اللي بتهدها كل يوم مع العيال ده هي، أجي بالليل عشان أنام ما جايليش نوم، مش قادرة أنام من الألام، مش قادرة لا أنام من الألم. وربنا يتولانا برحمته يا رب، ويعيني عليهم يا رب، عيني عليهم يا رب. انت اللي عالم بالمجهود اللي انا ببذله مع عيالي، عيني عليهم يا رب. ودلوقتي ولدي الكبير بيقول لي يا ماما الدروس هتبدأ في أول 8. المدرسين اللي كان بياخد عندهم السنة اللي فاتت نبهوا وبعتوله مع أصحابه إن الدروس هتبدأ في أول 8. فبصوا يعني مطربق عليا من كله. وانا في موضوع التعليم مش بحب احرم عيل من التعليم بالذات، ببقى نفسي اشوف تعبي فيهم، ولما اشوف عيل يعني عاوز يتعلم ما بحبش ان انا احبط واقول له لا، حرام. بحس ان انا خدت ذنب عليا، ذنب حرمته من حاجة هو عايزها. بتمنى والله انا كل ده اللي انا بعمله عشانهم ليه، بتمنى ان شاء الله اشوف عوضي فيهم وبشهاداتهم العالية، اني انا ربيت وعلمت وكبرت. تعبت وشربت المرار وطفحت الكوتة وطفحت المرار كله عشان خاطرهم. بس لحظة النجاح ولحظة اني اشوف الواحد، اي حد فينا مش انا بس انا يمكن ظروفي خاصة شوية. انا حصل يعني اللي حصل معايا واللي اتعمل فيا، لما يبقوا عيالي كده يطلعوا يشرفوني، اقول لاي حد عمل معايا حاجة وحشة اديني انا اتحرمت من حقي واتخذ مني حقي واستحليته حقي، ورغم كده انا ربيت وعلمت وطلعت ناس في الدنيا نافعة لغيرها ونافعة لنفسها وعيال تشرف. فلما بيقول لي كده قلت له يا ولدي ان شاء الله والله تفرج باذن الله، وما تقلقش ان شاء الله خير. يعني منا دلوقتي الاخر تمام، منا دلوقتي الاول 8، يعني يحلها الحلال بإذن الله، بإذن الله تتحل وتفرج بإذن الله. يا جماعة والله العظيم أنا اللي مريت بيه في الدنيا مش سهل ولا قليل عليا ولا على عيالي، مش سهل عليا. أنا حصل لي حاجات كتير، مريت بحاجات وحشة وأصعب، وشفت إهانات كتير. يعني اتعرضت لإهانات ما تتوقعوهاش ولا تخطر على بالكم. أنا لما قررت أستقل بعيالي عشان أحميهم من الجو اللي هم كانوا عايشين فيه، أحسن من نفسيتهم. أنا عيالي كانوا متدمرين نفسيا، ولحد دلوقتي أنا لسه بحاول أصلح فيها، بس أنا لحقت نفسي ولحقت عيالي. عيالي كانوا هيضيعوا لو فضلوا في الجو اللي كانوا فيه. احنا ظروفنا صعبة ويعني في حاجات كتير يعني نفسهم تتحقق لهم، بس انا بعمل على قد ما بقدر، والله على قد ما بقدر عشان ما احرمهمش من حاجة. بس هي الدنيا اللي صعبة، الدنيا اللي بقت صعبة. وهم لما هيكبروا برضو ويعقلوا هيعرفوا فعلا ان امهم اللي عملته ده لمصلحتهم. هي الظروف معاهم كانت وحشة ومش بيجاب لهم اللي هم عاوزينه ولا اللي نفسهم فيه، بس انا واثقة ان هم ان شاء الله باذن الله لما يكبروا
هيحسوا بأمهم عانت ازاي وكافحت ازاي عشان بس تخليهم في جو يعني إلى حد ما كويس، حتى لو الظروف معانا وحشة. بس أنا خدتهم من جو كان هيدمر نفسيتهم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حاجة. أنا دلوقتي يا جماعة فصلت الكويسين اللي هم ينفعوا، وإن شاء الله هغسلهم غسلة كويسة وهشيلهم للعيال للمدارس. واللي هم مقطعين زي ما انتوا شفتوهم كده أو اللي ملهمش فرادي، يعني خلاص هتخلص منهم لأن ملهمش لازمة، يعني هيبقوا واخدين مكان بالكد وهيتلخبطوا مع الكويسين. فأنا حطيتهم في الكيس زي ما هي جابتهم لي في الكيس كده، اللي هم اللي ينفعوا يتلبسوا. بعد ما هغسلهم برضه هحطهم في الكيس تاني، اللي عايز حاجة يفتح الكيس ياخده منه وخلاص. والباقي خلاص يعني هرميهم لأن ملهمش لازمة. وزي ما قلت لكم أنا مش هينفع ألبس عيالي حاجة مقطوعة ولا أحرجهم ولا أكسفهم قدام زمايلهم. وادعوا لي أنا وعيالي بصلاح الحال وربنا يصلح حالنا يا رب.